السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تعظيما وإكراما لحبيبنا المكرم، تعظيما وإكراما لمدير المعهد وللمدرسين والمدرسات وللطالبين والطالبات ولجميع الحاضرين والحاضرات رحمكم الله وإيانا. أولا أهلا وسهلا ومرحبا يا حبيبنا لحضوركم إلى معهدنا، معهد روح الفتح المبارك بحضوركم. ثانيا نشكركم شكرا كثيرا لإعدادكم لنا فرصة غالية، مع علمنا أن لديكم برامج كثيرة ممتلئة، ومع ذلك قد أجبتم رجاءنا فحضرتم إلى معهدنا فتشرفنا بمجيئكم. في هذه الفرصة أنا أحاول أن أتكلم باللغة العربية، وإن كنت لست أهلا لها، مناسبة لحضور الحبيب ومحبة للغة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولذلك أستعفيكم يا حبيبنا ولغتي العربية مكسرة. يا حضرة المكرم، معهدنا هذا قد أسسه مربي روحنا وجدنا الفاضل المغفور له الشيخ عبد الوهاب بن عباس في سنة 1946 ميلادية، يعني قبل 76 سنة، بعد استقلال إندونيسيا في سنة واحدة من احتلال هولندا واليابان. والمؤسس انتقل إلى جوار ربه قبل 24 سنة، ومن ذلك اليوم صار أبي الذي جلس بجانبكم مديرا لهذا المعهد، وأنا نائبه بدعوتكم يا حبيبنا. ومعهدنا هذا يقوم على أساس أهل السنة والجماعة، الشافعي عملا والأشعري والماتريدي اعتقادا. حقيقة منطقتنا هذه في زمن المؤسس كانت منطقة وهابية وعندها قوة، ولكن المؤسس بذل جهده لمخالفة ومقاومة الوهابية حتى تخلص المنطقة من الوهابية حتى اليوم، فلله الحمد. والمعهد في البداية معهد واحد للطالبين والطالبات، ولكن اليوم صار المعهد معهدين بإدارة مختلفتين ومديرين مختلفين للطالبين والطالبات بسبب كثرة الطلاب. وعندنا اليوم 1000 طالبات تقريبا، ونحن يا حبيبنا ندرس شيئا من كتب العربية ونحفظ شيئا من الكتب العربية وندرس شيئا من الكتب العربية من المرحلة الأولى إلى المرحلة العالية، ولكن مع الأسف لا نستطيع أن نتكلم باللغة العربية ولا نستطيع أن نفهمها استماعا، ولكن إن شاء الله فالحمد لله نفهمها قراءة إن شاء الله بإذن الله. في مجيئكم الآتي نحن نتكلم باللغة العربية بشكل
أخيرا نحن نرجو دعاءكم لنا بالفتح لأبواب العلوم وبالعافية، خاصة لمديرنا في هذه الأيام وهو في مرض، ولكن اليوم نشاطا جيدا بمناسبة حضوركم لحبيبنا، ونرجو دعاءكم لنا وللمؤسس بالمغفرة وبكل خير. وفقنا الله وإياكم إلى طريقه القويم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran jazilan ila wali Ma'had Tunku Muhammad الذي رتب هذه الزيارة البسيطة بهذا البرنامج البسيط، ولكنه يقال له برنامج وإن كان بسيطا. وأشكر الأستاذ الكياري الشيخ مدير المعهد حفظه الله تعالى وأدام الله له العافية والصحة، آمين يا رب العالمين. المبارك نائب المدير صاحب اللغة العربية الجميلة، لغتك جميلة، ما تحتاج تتعلم، تحتاج بس دائما تتكلم، تحتاج دائما تتكلم. أما لغتك وهي جميلة جدا ما شاء الله، أحسن حتى من بعض البلاد الكريمة. وأشكر المدرسين والطالبين والطالبات، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلها زيارة مفتاح للخير لنا ولكم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Belum mengatakan, pertama-tama saya ucapkan syukur serta terima kasih kepada yang telah mentargetkan menjadwalkan beliau untuk sampai ke dalam wilayah ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semoga mudir ma'had atau wilayah ini Allah kasih kesehatan, Allah kasih panjang umur, Allah kasih istiqomah dalam mengajar dan menemani para santri semuanya. Sebenarnya kata beliau, kunjungan ini adalah kunjungan yang ringkas, kunjungan yang pendek saja, yang harusnya tidak pantas untuk dikatakan sebuah acara. Tapi tidak apa-apa, belum mengatakan ini acara, kita ikuti ini acara. Yang penting adalah kunjungan yang pendek, dan nanti akan ada beberapa nasihat yang pendek yang insya Allah berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian syukur serta terima kasih saya ucapkan kepada Naibul Mudir yang dengan tawadhu mengucapkan dengan bahasa Arab yang sebagus itu, seindah, secantik itu, tapi mengatakan banyak kurangnya. Secara hakikatnya saya dengar sendiri, bahasanya cakep, bahasanya enak, hanya membutuhkan untuk membiasakan berbicara dengan bahasa Arab. Nanti insya Allah